السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الصوبيا، المشروب الرسمي لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. هعمل لكم أحلى صوبيا على طريقتي. طبعا هتكوني عاملاها بإيديكي ومضمونة وعارفة انتي بتشربي ايه. هعملها لك بمقادير مظبوطة وقوام كمان مظبوط. المقدار اللي عملته طلع معايا كيلو بالظبط من البودرة، يعني البطرمان ده كيلو. معايا كوبايتين ونص سكر بودر، كوباية ايس كريم فانيليا خام، كوباية كريم شانتيه خام من غير سكر، كوباية لبن بودر كامل الدسم، 2 معلقة كبيرة هرمية كريمة لباني يعني ربع كوباية. تعلي معايا تيست الصوبيا وتخليها حلوة قوي. طبعا الاساسي هنا معانا اللي هي بودرة جوز الهند او ريحة جوز الهند. معلقة هرمية منها هي اللي هتطعم لي وتعمل لي الصوبيا اساسا. دوري عليها عند اي عطار هتلاقيها موجودة، هي بودرة، في منها سايب وفي منها بودرة. السايب ده بتحطيه مع السمنة في اي حلويات، ولكن البودرة هي دي لبودرة الصوبيا. هي دي اساس الصوبيا، هي دي اللي بتطعم الصوبيا. طبعا هحط كوبايتين ونص السكر البودر. بعد كده بحط كوباية ايس كريم، كوباية الكريم شانتيه واللبن البودر اللي هو كامل الدسم. وخدي بالك ان الايس كريم هنا فانيليا خام، والكريم شانتيه برضو بيكون خام من غير سكر، لان انا طبعا حاطه سكر بودر. في ناس بيحطوا نشا. حطي معلقة واحدة هرمية لو عايزة تعملي نسبة وتناسب عشان تكون الدنيا مظبوطة معاكي بنفس المقادير دي. بصوا بقى اللي في ايدي دي بودرة جوز الهند، ريحة جوز الهند، هي دي روح جوز الهند، دي أساس الصوبيا. أصلا الكيس اللي في إيدي ده ب50 جنيه، ولكن هيقعد معاكي فترة لأن انتي هتستخدميه في حاجات كتير جدا. هي معلقة صغيرة هرمية اللي هتعمل معايا كمية الصوبيا ديت اللي هي طلعت معايا كيلو بالظبط. وبعدين ما تحطيش فانيليا، لأن ريحة جوز الهند ديت أو روح جوز الهند أو بودرة جوز الهند هي بديل الفانيليا. انت لو ماسكه الكيس ده في ايدك هو كانك ماسكه كيس صوبيا، غير لما بتحطيه كمان على المقادير دي. واوعي تكتري منه عشان ما يمررش. المقادير اللي انا قايله لك عليها دي اللي هي كل المقادير اللي انا حطاها بكوبايه، بنفس الكوبايه واحده، عباره عن اتمان، يعني كل حاجه جايبه منها تمن. ما عدا الكريمه اللباني حاطه منها ربع كوبايه، انا ما حطيتهاش كلها علشان كمان تعزز لي الطعم وتعلي التست معايا الصوبيا. هيكون معاكي حلو جدا. جربي الكريمه اللباني، بتعزز الطعم وبتخليه حلو قوي. في ناس زي ما قلت لك بيحطوا نشا، بيحطوا دقيق الرز. براحتك خالص، انا اي حاجه بتطبخ بصراحه ما بحبهاش. وقلت لك لو عايزه تحطي نشا تحطي معلقه هرميه على الاتمان والنص كيلو السكر البودر. طلع معايا البطرمان كيلو. هبتدي اوريكي قد ايه طلع حلو معايا وعامل رغاوي وتحفه جدا. انا بحط كوبايتين لبن على كوبايه ميه واحده، لكن اللي بيحط كوبايتين وكوبايتين لا. انا عايزه الطعم معايا هنا غني، واللبن بيكون نسبته اعلى. هو معايا هنا لبن بودره ومعايا كريمه لباني ومعايا حاجات كتير دسمه، ولكن النسبه دي مظبوطه جدا. امشي بمقاديري وهتطلعي معاكي احلى صوبيا دقتيها وهتدوقيها. لا تقولي لي شركات ولا تقولي اي حاجه، وانضف بكتير وطعمها غني جدا ودسمه. زي ما انتوا شايفين حطيت كوبايتين اللبن، كوباية مية عليهم 3 معالق هرمية مليانة كبيرة من بودرة الصوبيا، وكمان حطيت 3 معالق سكر. والسكر ده حسب الرغبة، عايزة تكتري براحتك زي ما انت شايفة. الرغاوي هنا عاملة معايا ازاي؟ تحفة تحفة يا جماعة ودسمة. وعايزة اقول لكم قد ايه هي مظبوطة، والقوام بتاعها وكل ما بتقعد بتتقل حاجة كده يعني بصراحة من الاخر. وقلت لك عايزة تحطي نشا حطي معلقة واحدة هرمية على المقادير اللي انا عاملاها. عايزة تحطي بدلها بودرة الرز برضو براحتك خالص. انا هنا خلصت الصوبيا واحلى صوبيا، وكمان هحط فوق الوش جوز الهند. القشور بتديها طعم حلو قوي، واحلى صوبيا هتعمليها من ايديكي في البيت لرمضان. وكل سنة وانتم طيبين. وزي ما انتم شايفين طالعة معايا احلى صوبيا بصراحة انا عاملاها. انا جايبة كل حاجة ب50 جنيه، ممكن انت تجيبي كل حاجة ب30 جنيه. وجربي في كوباية سكر بودر وقللي النسبة. اهم حاجة خلي بالك من النسب اللي انت بتحطيها علشان ما تمررش معاكي، ولا تحطي فانيليا ولا تحطي اي حاجة، لان بودرة جوز الهندي دي هي فعلا بودرة الصوبيا. كل سنة وانتم طيبين. اللي اول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، واستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.